جابت له الاسم الكافيه، كنقولوا الكاف كل سيدي بومخلوف. احنا اليوم نادي تربية على المواطنة، حبينا نخدموا البروجي بتاعنا على ولي معروف في ولاية الكاف اللي هو سيدي بومخلوف. السفرية الزاوية من عام 1017. سيدي بومخلوف جاء من فاس، أصله مغربي المغرب، جاء لهنا لمدينة الكاف وبناها خلوة، والخلوة هذه ماتت معناتها الأشغال فيها، وأصبحت زاوية سيدي بومخلوف. طورت الأشغال له بجانب سيدي بومخلوف مقهى تسمى مقهى سيدي بومخلوف، وتجيب جانب الجامع تابع سيدي بومخلوف. بالنسبة لسيدي بومخلوف كان يجوا رجال الدولوج من كل أنحاء العالم. يدوا خبري ماليك يقدرولي دمعة عينيك يغسلوني بريقة سنيك يكفنوني درقة حوليك يدفنوني وسط شواشيك يلحدوني بصبع ايديك. يا حليلي يا بيا حنينة صغيرة والحب كتاليك. فمن على الزيارة، فما ناس تدفع فلوس، فما ناس تجيب زرابة، فما كل واحد شنو يتبرع. يعني النساء كما نقولوا احنا في الدروش لهنا تسحق ترميم ودخل عليها ترميم ومعناتها تدخلات برشا من المعهد الوطني للتراث، فهمتني، ومجلس الولاية والاكثرين من المعهد الوطني للتراث. تشرف علينا امرأة مثلا ديما محلوب قبل الدورة، الناس تجيها من كل جهة، لكن لو وقعت الدورة المرأة خافت، يا مولاي يا جماعة ولا حربوك من جملتهم عاملوا كسروا السبابة، كسروا التواليات بتاع سيدي بومخلوف، سرقوا الزرابة. طيب المحلية تمثل في الولاية قبل كل شيء، والمرتبة السنية بتاعت البلدية بتاع الكاف ونتحمل فيها المسؤولية، لأن المعالم تاعنا والمواقع تاعنا لو كان مش معهد وطني التراث بالإمكانيات المحدودة، فهمتني، معناتها الإمكانيات المحدودة حتى من معناتها المواد تاع الترميم تاع الواحد بالسيف معناتها، وقائم مجهود معهد وطني التراث، قائم مجهود يذكر فيشكر. سيدي بومخلوف من ناحية أنه كزاوية والطقوس التي تمارس فيه، ومن ناحية أخرى كمعلم أثري. كان معكم الجروب 5